يجب أن نفهم أنه ليس الذنب الذي يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى، ولكن مفهومنا للذنب، تعاملنا مع الذنب هو الذي يبعدنا عن الله جل جلاله. كيف؟ طبعا بابنا واحد ما عنده ذنب، يقول له أصبحنا كلنا معصومين، والله تعالى يعلم أننا سنذنب، ولكن الذي يبعدنا عن الله هو الإصرار على الذنب وليس نفس الذنب. لا، الذنب متوقع من الإنسان، كل ذنب، أغلب الذنوب متوقع من الإنسان ما دام عند هذه النفس اللي يحملها بين جنبيه. الذنب متوقع في كل لحظة من الإنسان، ولكن لما يجي الإنسان يتوب ويستغفر ويرجع إلى الله، لا، الله سبحانه وتعالى راح شنو؟ يتعامل وياه بطريقة الرحمة. لكن لما يصر هذا الإنسان على الذنب، هنا ستختلف المعايير. الشيطان يريد يوهمنا إنه أنا ما دام وقعت بالذنب يعني الله ما يريدني. لا، الله مو ما يريدني، الله بعث لي رسالة، حدد لي نقطة ضعفي حتى أعالجها، فإذا اشتغلت عليها وعالجتها بذل الطاقات اللي أقدر لها، وبعد هذا اللي أقدر لأني ووقعت، شو أسوي؟ ما عندي غير أن أتوب وأستغفر، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة.